السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا السمك ده عامل زي السمك بتاع المطاعم بالظبط. هقول لكم عملناه ازاي وطلع كده ازاي، مقرمش من بره وطري كده ولذيذ وابيض من جوه زي الشمع الابيض. بسم الله ما شاء الله عليه. هقول لكم الطريقه بتاعته ويلا نشتغل مع بعضنا ونشوف عملناه ازاي. اول حاجه جبناه غسلناه وخليناه زي الشمع الابيض كده زي ما انتوا شايفينه. وبعد كده السمك يا بدها 3 شرخات كده في الجنب، من هنا ومن هنا، يعني في الجنب ده وفي الجنب ده، عشان التتبيله تدخل لها ويدخل لها السوا وتبقى جميله كده، تبقى طريقه مقرمشه من بره وطريقه من جوه. بعد كده جبت معلقه من الثوم المهروسه كده زي ما انتم شايفين، نزلت عليها بمعلقه من الكمون ومعلقه من هريسه الشطه ومعلقه من الملح. وبعد كده هحصل ليمونتين 3 كده، وهحط حبه خل، وهنقلب ده كله. بعد كده نتبل بيه السمك زي ما انتوا كده شايفين. هرسه الشطه يا بنات دي عندي في الفريزر على طول، لو ما كنتش شفتوا الفيديو بتاعها ممكن ترجعوا للقناه وتشوفوا الفيديو بتاع هرسه الشطه، جميل جدا جدا وحاجه في البيت كده موفره وزي العسل. بس لو وصلنا لحد هنا كده في الفيديو، لو مش مشتركين عندي في القناه يا ريت تشتركوا كده، تنورونا وتكترونا، ولو مشتركين تدوسوا لايك. بعد ما تبلنا السمك كده بالتتبيله دي كده هنركنه على جنب ونعمل حبه رز. جبنا الحله كده وحطيناها على النار وحطينا فيها معلقتين من الزيت، وفارمين بصله كده في الكبه او على ايدك بس تعمليها ناعمه كده. كل البصله ما تبقى ناعمه تحت الرز بتاع الصياديه كل ما يبقى احلى. كده قلبناها كده لحد ما انتوا شايفين كده. احنا مش هنخليها تاخد اللون الذهبي، لا هندوس عليها سنه عشان تدينا اللون الرز البني. طبعا الرز بتاعنا هنبقى غاسلين وحاطينه في مصفى كده على جنب يتصفى من الميه خالص. وانا بحب احمص الرز كده مع البصل يا بنات، ما بحبش احط الميه الاول تغلي وبعد كده اضيف فيها الرز، لا بحب احمص الرز وابقى حاطه ميه جنبيه في كاتل، في براد، في كنكه على البوتاجاز زي المتوفر عندك. بعد كده بدي كباه عليه. بعد ما اقعد محمص فيه كده اجي حاطه له معلقه من الفلفل الاسمر كده، معلقه صغنونه، واحط له معلقه ملح على كد حياء الرز يعني، واقعد اقلب فيه كده. اول ما احس ان الرز خد تحميصه كده بقي حلو كده، باجي نازله عليه بالميه اللي بتغلي زي ما انتوا كده شايفين. الرز بتاعك بيطلع مفلفل حبايه بحبايه، ولا يطلع معجن ولا يطلع حبايه مستويه وحبايه نيه، لا مفيش الكلام ده، بيطلع زي العسل. وهتشوفوه دلوقتي هوريهولكم فرفط كده وزي العسل. بعد كده جبت الدقيق حطيت عليها معلقه من الكركم، معلقه من الكمون، ورشه ملح كده عشان تبقى السمك كده حايق من بره ومن جوه يا بنات. رشه كده بسيطه وكده السمك حايق من بره، ونحط له التتبيله بتاعته. بعد كده هحطه في الدقيق كده زي ما انتوا شايفين. ممكن تعملوا الكميه كلها على صينيه كده وبعد كده ترجعوا تقلوا، وممكن تعملوا وانت بتقلي اللي يريحك. انا بعمل كده، وطبعا الزيت سخن زي ما انتوا شايفين كده وبنزل بيه. بصوا طالع الشكل الجميل التحفه ده ازاي، بسم الله ما شاء الله، عامل زي بتاع المطاعم بالظبط زي ما انتوا كده شايفين، مقرمش من بره وطري كده من جوه وجميل ولذيذ وطعم طعم ما اقدرش اقول لكم. وادي الرز يا بنات. بصوا وانا بعمل في السمك على الرز صوصع، بصوا مفرفط ازاي وزي العسل بالحبايه زي ما انتوا كده شايفين اهو. شايفين الرز وغرفنا كده يا بنات. تعالوا تفضلوا معانا الرز زي ما انتوا شايفين، وعاملين حبه سلطه بلدي، وعاملين بتنجان مخلل، والف هنا وشفا للي ياكل واللي يشوف واللي يعمل زينا كده. اديكم زي ما انتوا كده شايفين حاجه يعني جميله وزي العسل، ونحمد ربنا على نعمته والحمد لله والسلام عليكم.